يا صباح نادي يجي وينادي ويقول بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. انت اماني وانت استقراري وانت حياتي، حياتي يا مصر بكل عزة ونصر. بسلم على اهلي وناسي في كل مكان، ويلا تعالوا على العنوان. العنوان مصر المنصورة، وبنت المنصورة معاكم في احلى صورة. يا احلى مسا 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 مسا، يا احلى واحلى مسا. بكلم اصدقائي اللي على اليوتيوب، بقول لكم خليكم معايا في كل جديد وفي كل المواعيد. وفي حاجات في الامارات جميله قوي نازله على صفحتي على الفيسبوك ايمان بس بالانجليزي، خشوا اعملوا متابعه. وام المصريين و... والتيك توك والانستجرام، حاجات في الامارات وحاجات في مصر. بس في فيديوهات نازله لي بقى الفيسبوك منزلها ذكرياتي وشوفوا حياتي. خشوا اتفرجوا وشيروا وخليكم معايا في كل جديد. هنقدم اكل، هنقدم مواضيع، حاجات كتير قوي، بنتكلم في مواضيع كتير قوي تهمنا كلنا. نسبة الطلاق العالية اللي بتهمني وبتكلم فيها، بكلم بناتي. كل بنت تلتقي الله في جوزها، جوزها اللي هو ساترها وساتر بيتها، تلتقي الله فيه في الايام الصعبة دي. وكل ولد من ولادي يلتقي الله في مراته، في ملكة مصر. انا بوصل الاثنين عشان انا ام المصريين. يتوصى بمراته ويلتقي الله فيها، عشان البيوتنا في بيوت مصر تتملى بركة، بركة ربنا تحل علينا، والخير يرجع لأراضينا، ونفوت لبعض عشان الشركة بتاعتنا تنجح، والفرحة ترجع لينا، والبركة تملأ أراضينا. ارجعوا يا مصريين للحب والسلام. وعايزين ننسى أي سلبيات ونعديها وندوس عليها، وملناش إلا الحب. حبوا بعض، خافوا على بعض، التقوا الله في بعض، الولد والبنت. والله العظيم هتبقى حياتكم أحسن وأحسن. بقول لكل بناتي، كل بنت أرجوك اهتم بنفسك واهتم ببيتك، وزي ما بتهتم بولادك. ابنك هو جوزك الرابع، لو معاك 3 هو ابنك الرابع، لو معاك 5 هو السادس، هو الثالث، هو ده جوزك، هو ابنك، أبوك هو أهلك. دايما خلي بالك منه، دايما خليه هو أول اهتمامك. وولادك هو الأول. الرجل مصر هو الأول، رجل مصر، عزيز مصر في كل مكان، رجالتنا شوات مصر في كل مكان. اوعوا تنسوا العنوان، رجالتنا أحسن رجالة في الدنيا. ربنا يبارك فيكم ويعزكم، وكل الحب ليكم وكل الأمان ليكم، وبارك الله فيكم. واستنوني في كل جديد. هكون على اليوتيوب، انا بقالي سنه على اليوتيوب وعلى تيك توك وانستجرام، وقلت لكم خشوا صفحه ايمان الباز بالانجليزي، اعملوا متابعه. ام المصريين قنوات كتير جدا، فخشوا وتابعوني. الاكلات بتبقى مش كتير قوي، لان معظم شغلي تصوير وسياحه وبرامج، فالاكل مدخلاه برضو شويه. يعني مطبخ كده على قدي، مطبخ ام المصريين لكل المصريين واخوات العرب. وكل سنه وانتم طيبين ومن الحب قريبين، والف مرحبا والف سلام وتحيه.